لسه هسأل على المسرح بسبب حضرتك ذكرت سمير غانم. حضرتك أخرجت له مسرح. سمير غانم معروف عنه إن هو يلتزم بالمحاور ولا يلتزم بالحوار. لأنه دايما عنده حالة من حالات الارتجال الجميلة اللي احنا بنحبها. هل هنا المخرج يقدر برضه يتبع دماغ الممثل على المسرح، ولا العمليه تختلف؟ لان السينما في الاول وفي الاخر انا بصوره في الاخر عندي مونتاج، اما المسرح منه للجمهور على طول فما فيش كنترول. هل صديقك ده مع سمير غانم؟ أنا ابتديت في المسرح بمسرحية اسمها شارع محمد، وكان فيها ناس كتير، فيها فريد شوقي وفيها وحيد سيف ومنتصر الحسينين وشريهان طبعا. كان الكنترول أسهل عندي. وجيت أنا من السينما للمسرح وأنا مدرك للمسرح وعارفه،